اهلا بيكم يا برج الجدي، ويلا نشوف اخباركم في شهر مايو. نشوف الطاقة بتاعة برج الجدي في شهر مايو. عجلة الحظ، انا شايفة هنا برج الجدي هيكون في عنده حظوظ كتير الفترة الجاية، خصوصا ان الحروف اسمكم فيها حرف الاو والار والاي والان والتي، فشايفة هنا ان في حظ قادم ليكم الفترة اللي جاية. والمسج بتقولك ان في حاجات بتحصل ليك كويسة وحاجات بتفاجئك بشكل قدري، يعني كأن الامور في حياتك بتتعدل بدون اي تدخل منك وبشكل قدري جدا، وبيجي لك فرص فيها نجاح وفيها تعويض عن ايام سيئة برضو بشكل قدري. شايفة هنا ان برج الجدي فيه شريك من برج ناري عنده مشاعر ليك، ولكن العلاقة دي فيها تباعد جغرافي، فيها طرف ثالث، فيها عوائق واقفة ما بينكم وبعد، والشريك ده اغلب الوقت مشغول. شايفة هنا ان الحظ بيجمعك بحد جيد ليكم وحب جديد من حد من برج ترابي واستقرار. شايفة ان برج الجدي هنا عنده خطط وحاجات كويسة للمستقبل لكنه مش بينفذها. خططك بتفتقد التنفيذ يا برج الجدي. محتاج ان انت يكون عندك ثقة اكتر في ان الامور هتتحسن، محتاج ان انت يكون عندك ثقة اكتر في الناس اللي حواليك. المسج بتقولك لو في حاجة محيراك استخير ربنا، وكمان ما تترددش ان انت تطلب المساعدة من اللي حواليك لو احتجتها. محتاج تختار طريق تاني في التفكير وطريقة جديدة في الحياة، لان هيكون عندك فرص كتيرة جدا.